السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد هيكل وفيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشوف طريقة إيقاف تحديثات ويندوز 10، التحديثات التلقائية والتحديثات الإجبارية. ويلا بينا نخش على الشرح على طول عشان ما نطولش عليكم. يلا بينا. طيب هنبدأ دلوقتي بأول خطوة معانا، وهنروح هنا على شريط البحث وهنكتب SERV Services. تمام، هنضغط هنا. طيب هندور دلوقتي على ويندوز أبديت، هي غالبا بتكون تحت خالص. تمام، ويندوز أبديت، هنعمل كده دبل كليك. طيب هنيجي هنا نختار ستارت اب تايب، هنفتح الاختيار ده ونختار ديسيبلد. تمام، لو كان الظاهر عندك مانوال او اوتوماتيك فانت هتختار ديسيبلد. تمام، هنختار الاختيار ده وبعد كده نعمل ابلاي وهنعمل هنا ستوب. وهنروح دلوقتي على الاختيار اللي قبل الاخير وهو ريكفري، هنضغط هنا وهنيجي على الاختيار ده، هنفتح هنا ونختار تاك نو اكشن، هنختار الاختيار ده وهنيجي هنا على رقم واحد هنحذفه وهنكتب مكانه زيرو. تمام، بعد كده هنعمل ابلاي واوكي. طيب كده انتهينا من اول خطوة. هروح دلوقتي للخطوة التانية، وتاني خطوة معانا هننزل برضو على شريط البحث وهنكتب GBEdit دوت MSC. تمام، وهنيجي نختار الاختيار ده GBEdit ونضغط كده ضغطة واحدة. تمام، هيفتح عندنا نافذة بالشكل ده، هنكبر ونوسع كده عشان الدنيا تكون واضحة معانا. طيب هنيجي نختار الاختيار ده Administrative Templates، هنفتح السهم ده وهننزل على ويندوز. تمام، هنفتح برضو السهم ده وبعد كده هندور هنا على ويندوز ابديت وهو غالبا بيكون تحت خالص. تمام، ويندوز ابديت، هنعمل كده دبل كليك. هنيجي كده في اليمين وهنختار كونفيجر اوتوماتيك ابديت. تمام، دبل كليك، هيفتح عندنا النافذه دي. هنكبر برضو كده عشان تكون الدنيا واضحه معانا. هنيجي كده على تالت اختيار معانا وهو ديسيبلد. تمام، هنختار الاختيار ده وبعد كده هنعمل ابلاي واوكي. وكده انتهينا من تاني خطوه وهننتقل دلوقتي لتالت خطوه معانا. يلا بينا. طيب تالت خطوة معانا هنروح هنا برضو على شريط البحث وهنكتب تاسك شادولر. تمام، هيظهر عندنا بالشكل ده، هنختار تاسك شادولر وهنضغط هنا. طيب هيفتح عندنا نافذة بالشكل ده، هنيجي هنا في الشمال وهنختار تاسك شادولر. تمام، هنفتح السهم ده وبعد كده هنيجي هنا على مايكروسوفت وهنفتح برضو السهم ده. تمام، وبعد كده هنيجي هنا على ويندوز وهنفتح برضو السهم ده. تمام، وهندور هنا على ويندوز ابديت وهي غالبا بتكون تحت خالص. تمام، هندور كده على ويندوز ابديت. تمام، ويندوز ابديت هنعمل عليها دبل كليك. تمام، هنيجي على الاختيار اللي هنا، سواء اختيار واحد زي كده او اتنين او تلاتة او اربعة، هتقف على كل اختيار منهم كليك يمين وهتختار هنا ديسيبلد. تمام، هتقف على كل اختيار وتعمل له ديسيبلد. ايه بقى الاختيارات اللي بتكون موجوده هنا؟ الاختيارات دي بتكون بتاعه برامج شغاله عندك في الخلفيه، ومن وقت للتاني البرامج دي بتستخدم الانترنت، بتعمل تحديث من وقت للتاني. تمام، وده طبعا بيخلي الانترنت عندك بطيء، فده سبب من اسباب ان الانترنت عندك بيكون بطيء على ويندوز 10. تمام، طيب كده انتهينا من خطوه رقم 3 وهروح دلوقتي للخطوه رقم 4. يلا بينا. رابع خطوه معانا هنروح هنا نفتح السيتنج او الاعدادات لو الويندوز عندك بالعربي. تمام، ومن الاعدادات هنروح هنا على برايفسي او الخصوصيه وهنضغط كده ضغطه واحده. طيب هنيجي كده ندور على باك جراوند ابس او تطبيقات الخلفيه. تمام، هنضغط هنا ضغطه واحده. طيب هيفتح عندنا التطبيقات اللي شغاله عندنا في الخلفيه. تمام، كل دي كده تطبيقات شغاله في الخلفيه، وغالبا في تطبيقات كتير منها بتستخدم الانترنت، وده برضو سبب تاني من الاسباب اللي بيخلي الانترنت عندك يكون بطيء. تمام، طيب هتدور انت كده في التطبيقات دي وتشوف الحاجه اللي انت محتاجها وهتسيبها، واللي مش محتاجه هتعمل له اوف. تمام، بالشكل ده كده. طيب بالنسبه لي انا التطبيقات دي كده ملهاش اي لازمه،
تمام، مش محتاجها في حاجة، فهوقف كل التطبيقات دي كده مرة واحدة من الاختيار ده. تمام، هعمل كده اوف. تمام، هيكون عندنا بالشكل ده. لكن لو انت محتاج اي تطبيق من التطبيقات دي، طبعا الاختيار ده مش هتستخدمه. تمام، هتعملها كده مانيوال، هتسيب الحاجة اللي انت محتاجها تمام، واللي مش محتاجه هتعمل له اوف، هيكون بالشكل ده كده. تمام. طيب انا بالنسبة لي زي ما قلنا كل ده كده ملوش عندي اي لازمة، فهعمل اوف من هنا. تمام. طيب دي كده رابع خطوة معانا، وهننتقل دلوقتي للخطوة رقم 5. يلا بينا. والخطوة رقم 5 معانا هنروح هنا نفتح الإعدادات أو السيتنج. تمام، ومن الإعدادات هنروح هنا نضغط على Update and Security، ونضغط هنا كده ضغطة واحدة، وبعد كده هننزل هنا على تاني اختيار معانا، وهنقفل التفعيل بتاع الاختيار ده. طول ما الاختيار ده كده مفعل، فالجهاز بتاعك بيبعت التحديثات الموجودة عندك أول بأول لأجهزة تانية. تمام، فكأن الجهاز بتاعك يعني شغال زي تورنت. تمام. طيب فاحنا هنحدد الاختيار ده، وبعد كده نقفل تفعيل الاختيار ده. تمام، فده سبب تالت برضو بيخلي الانترنت عندك بيكون بطيء على ويندوز 10. تمام. طيب كده انتهينا من الخطوة رقم 5، وهروح دلوقتي للخطوة رقم 6. يلا بينا. والخطوة رقم 6 معانا هنروح نفتح السيتنج أو الإعدادات، ومن الإعدادات هنختار الاختيار ده نتورك، هنضغط هنا ضغطة واحدة، وبعد كده هنيجي هنا على الخصائص، هنضغط هنا برضو ضغطة واحدة. تمام، وبنيجي على الاختيار ده ميترد كونكشن، لو مش مفعل بنفعله. تمام، ده علشان لو شبكة الواي فاي عندك ضعيفة، أو أنت بتسحب إنترنت من خلال البيانات بتاعة الموبايل. تمام، فمش بيستهلك إنترنت كتير في التطبيقات والبرامج اللي موجودة عندك على الجهاز. تمام. ولحد هنا الفيديو انتهى. لو انت استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وتفعل زر التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ننزله على القناة. كنت معاكم احمد هيكل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد.